15، كل واحد فيهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود والملك حسين. قواتنا العربية اللي موجودة في اليمن ستعمل على القضاء على كل عدوان، ثم ستعمل أيضا على القضاء على قواعد العدوان. وما هو قواعد العدوان؟ ما أقصدش أبدا الشعب العربي في السعودية، أقصد قواعد العدوان التي يدبرها ملوك السعودية وأمراء السعودية ضد الثورة اليمنية وضد قواتنا العربية. هل تستطيع الرجعية الحاكمة في السعودية أن تقمع الآمال المشروعة والأحلام الجياشة في صدور الآلاف من شباب شبه الجزيرة العربية؟ أبدا، لن تستطيع الرجعية السعودية أن تحقق ذلك. لاحظنا في السنة الأخيرة تعاون مطلق بين الرجعية العربية وقوى الاستعمار، وإن في تعاون وتضامن بينهم للعمل ضد القومية العربية وقوى الثورة والتحرر العربي. صفقات السلاح المشبوهة التي تستهدف العرب ولا تستهدف عدو العرب، بدليل أن الأسلحة اللي بيديها لبعض العرب هو الذي يعطيها لأعداء العرب. اللي سلح إسرائيل هو اللي بيسلح السعودية، هو اللي بيسلح الدول الرجعية اللي موجودة في المنطقة. الطيارين الانجليز، وانتوا قريتوا اول امبارح كلام عن الطيارين الانجليز، الاتفاق بين السعوديه وبريطانيا على ان بريطانيا تديها طيارين انجليز. وفي طبعا في السعوديه بعثه عسكريه امريكيه، وفي ايضا بعثه عسكريه انجليزيه. انا لا اتصور باي حال من الاحوال تستطيع المملكه السعوديه ان تحارب في فلسطين وفيها قاعده امريكيه وفيها قاعده بريطانيه. تستطيع السعوديه اولا ان تتحرر من القاعدة الأمريكية وتتحرر من القاعدة البريطانية، ثم بعد هذا تتجه إلى تحرير فلسطين. وكل ما هو سعود اتكلمنا عليه قبل كده وعارفين حكايته كلها من أولها لآخرها. ويعني والضرب في الميت حرام. ألا خسئ المجرمون وخسئ فهد خائن الحرمين الشريفين وخائن الأمة العربية والإسلامية. الذي سيخسر هو ومن على شاكلته الدنيا بعد الآخرة. ألا تبا له من مجرم غادر خبيث. هؤلاء السلفيون نعم وهم جهل، والله فيهم الجهل، وهم يزعمون السلفية وهم أكثر الناس تقليدا لمشايخهم. تحضر له كلام للإمام أحمد يقول لك لا أخذه حتى أسمع من الألباني. تقول له قال الله يقول لك لا أطيعك حتى أسمع من ابن باز. تركوا تقليد الأئمة الأربعة المشهود لهم بالخير والفضل، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد. تركوا تقليد هؤلاء الأئمة واتبعوا أناس لم يفضوا بعد إلى ربهم، لا ندري على أي شيء يموتوا. ومن قواعد السنة عندنا التي علمنا. The people are very nice to me. They buy my apartments, you wouldn't believe it. It's true. They'll pay me anything. They have nothing but money. They have nothing but money. I have a beautiful plane. All of a sudden it doesn't look so good when I look at some of their planes. I'm jealous. It's terrible. Jealous. No, but Saudi Arabia, they make $1 billion a day. Now, in all fairness, that was before the, oil went down. But now let's say it's $500 million. Okay, that's pretty good. You make $500 million a day. It's pretty good. We protect them. We protect Saudi Arabia. We get nothing. And every time, if you think in Yemen, those folks are after Yemen, then you ought to leave the room right now because you're not very smart. Yemen, did you ever see the border? It never ends. It's a straight line. It never ends. And you know what's on the other side? Saudi Arabia, the oil. If you think they're stopping at Yemen, they're looking for the oil.
Don't forget, I'm the most militaristic person. I would build a military so strong, so powerful, so incredible, nobody would ever use it. I will get the Gulf states who are not doing much, believe me. The Gulf states have nothing but money. I'm going to get them to pay. We owe $19 trillion. We're not paying for it. We're not paying. They're going to pay. Without us, the Gulf states won't exist. They won't exist. يرضي هذه دول الخليج ولكن لمزيد من كشف النية الأمريكية في طريقة تعاملهم مع العرب. إنه من ضمن برنامجه يحدد طريقة تصرف مالكي الثروة في ثروتهم، بس خلوا يردون هم الملوك يسمعون، يردون على المرشح الرئاسي يقولوا له من فضلك اسكت واعرف حدودك. بدأت المهانة تصير على المستوى المكشوف المفتوح. لو يحكي عن العراق احنا نقول له الزم حدك يا ولد. وإذا هم ما قادرين ترى العراق وخلي يقدر يقبلهم. تحياتي لكل مشاهدي هذا الفيديو. أنا المواطن الفلسطيني نزار بنات، وسجلت هذا الفيديو ونحن ما زلنا في خضم الحرب على قطاع غزة. الحرب على غزة كشفت عن بشاعة الفكرة الصهيونية. الفكرة الصهيونية لا تعني فقط دولة اسمها إسرائيل، لا، الصهيونية هي فكرة بشعة جدا تقوم على القهر، تقوم على الظلم، تقوم على نهب الثروات، تقوم على استعباد الشعوب، تقوم على تشويه الأديان. هناك دول بأكملها تحمل الفكرة الصهيونية، هناك دول أنشئت من أجل الفكرة الصهيونية، وأنا أخص تحديدا دول الخليج. أنشئت هذه الممالك في نفس الفترة التي نشأت فيها إسرائيل بالضبط. لم نعرف من التاريخ يوما أن كان هناك دولة اسمها الكويت أو قطر أو الإمارات أو السعودية، لكنها أنشئت في ظرف تاريخي دقيق، لم تكن محتلة، ونشأت في نفس زمن نشوء إسرائيل وبقرارات متحدة. تفكر أيها الخليجي في واقعك واسأل نفسك هذه الأسئلة وابحث عن إجابات. السعودية هي بقعة جغرافية فيها سكان، تم تسجيل هؤلاء السكان باسم قاطع طريق مجهول النسب في صحراء نجد يدعى سعود. ويعني هذا أمر غريب جدا أن يسجل كل هؤلاء باسم شخص، يعني ألا يخجل السعودي من نفسه؟ بعدين يعني ملوك آل سعود معروف عنهم، يعني هم عبارة عن دمى تضعهم أجهزة استخبارات. لم يعرف عن أي واحد منهم في شبابه إلا الرذائل والأمور القبيحة، وحين يشيب ويشيخ ويصبح غير قادر على عمل شيء يضعونه ملكا للسعودية. لم يرد عن أحدهم أنه أتقن شيئا، حتى الكلام، يعني حتى الكلام لا يتقنونه. انظروا إلى فهد، انظروا إلى أبو متعب. أبو متعب يعني في حالة من النشوة، أحب أن يقلد خطابات الزعماء العظماء فتمخض وباض بيضة يعني مضحكة. تذكرون حادثة الملعب يا سعوديين؟ ونحن نهدي هذا الملعب إلى الشعب السعودي الشقيق. الله يخرب بيتك يا أبو متعب. لا والله، الله يخرب بيتكم أنتوا اللي صفقتوا له. مصفقين السعوديين. كيف السعودي مصفق لأبو متعب؟ ممكن معاه حق السعودي. أبو متعب اعتبرهم شعب، وهم طوال هاي السنوات عارفين حالهم مجرد أرقام في المزرعة السعودية. ملوك الرمال في السعودية يحيطون أنفسهم بمجموعة حقيرة ديوثين من رجال الدين، مجموعة كلاب تحرس الحوض السعودي. هم فقط يستخدمون من الدين ما يثبت حكم القهر الصهيوني السعودي، ولكن بما أنهم يستخدمون الدين سياسيا، أنا من حقي أن أستخدم الدين سياسيا وأن أؤول القرآن والسنة بما يخدم شهوات السياسية. يعني خلينا نحكي في مثال واضح. ورد في صحيح البخاري وفي كتب صحاح أخرى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. فقالوا له: يا رسول الله بما معنى؟ ونجدنا؟ فقال: فيها الزلازل والفتن ومنها تطلع قرن الشيطان. بالفعل يعني هذا الحديث جدير بالاعتبار في أيامنا هذه. قرن الشيطان النجدي يتآمر على اليمن السعيد، اليمن العظيم، ويتآمر على الشام، في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين، ويستخدم فرعون مصر ذلك القبيح المدعو بالسيسي. من أجل ماذا؟ قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. من هم الأعراب أيها السعوديون؟ رئيسة البرازيل؟
ليست أعرابية. فيدل كاسترو ليس أعرابي. حماس شاميون وليسوا أعراب. إيران ليسوا أعراب. من هم الأعراب؟ السعودية ودول الخليج قد تمول أي شيء، ولكنها لن تمول بالمطلق أي شيء قد يؤدي إلى تحرير فلسطين. هي فقط تدفع الدية من هنا من هذا الجيب، وتدفع ثمن قتل الفلسطيني من الجيب الآخر. يعني وتستخدم الدين أبشع استخدام. السعودية تحديدا تريد أن تعطي الفكر الديني اليهودي المتطرف تفوقا أخلاقيا على المنطقة، ولذلك أنشئت الجماعات المسلحة المتطرفة مثل داعش. هدف داعش فقط هو أن يجعل المواطن العربي يقول اليهود أكثر رأفة من داعش. دول الخليج تتبادل الأدوار بالنسبة لنا كفلسطينيين. يعني في الوقت الذي تظهر السعودية مخالبها وأنيابها تجاه الفلسطيني، تقوم قطر بدور يعني أكثر رقة. نحن نعرف ماهية الدور القطري وماهية الدور السعودي، لكن بالنسبة لنا كفلسطينيين حقيقة، وكما تقولون بلهجتكم يا أهل الخليج، نعال ذا أخ نعال ذا. عاشت فلسطين، وكافر من يحج إلى الكعبة وهي محتلة.